الفيديو ده ما فيهوش اي موسيقى لاحترام خصوصيه اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعه؟ انا بكون كويسين وبخير وعاملين كل العالمين. زي كل حلقه مش عارف اقول ايه، بس يلا انتوا فاهميني. يعني النهارده يا جماعه انا جاي اتكلم عن حاجه، يعني زي ما انتوا شايفين في الصنديل كده، حاجه يعني اول مره اتكلم عليها. يعني تحس ان انت داخل يعني المهم يعني الحاجه دي يا جماعه هي الافراح المصريه. ما بالك من الافراح المصريه؟ الافراح المصريه دي يا جماعه بيحصل فيها حاجات غريبه جدا، نم وقصف ورزع وكل حاجه، كل حاجه تتخيلها. الافراح المصريه يا جماعه بتبقى يعني متكونه من عريس وعروسه، بيكونوا يعني في قاعه اللؤلؤه. قاعه اللؤلؤه دي يعني ساعات بتكون في حته شعبيه جدا. كل القاعات في مصر اسمها قاعه اللؤلؤه. بيعزموا يعني مثلا القاعه بتشيل حوالي يعني 500 نفر، بيعزموا 1200 نفر. لازم 200 نفر زياده، او لازم اكتر من 1000 نفر زياده. ليه؟ يعزموا ممكن يحطوا اعلام في الشارع، الناس مش عارفينها، بس لازم القاعه تكون مليانه. لازم وانت داخل ما تلاقيش كرسي تقعد عليه. ولازم برضو تكون ام العريس وام العروسه يكونوا كده في بعض، فاهم؟ يكونوا مش بيحبوا بعض. ليه؟ لان ده العادات والتقاليد المصريه. حتى لو هما بيحبوا بعض هيبينوا انهم ما بيحبوش بعض. ليه؟ لان دي برضو العادات والتقاليد بتاعت مصر يعني. والمفروض ان ابو العروسه بياخد العروسه في ايده وبيسلمها للعريس. ده المفروض، وده المفروض يحصل في كل الافراح، اكنه ايه، بيوصيها عليها. لان الافراح المصريه ممكن مثلا يدخلوا بعربيه فول، هم قاعدين فوق. بص، الافراح المصريه دي في دخلات غريبه قوي هنشوفها بعد شويه. حرفيا الافراح المصريه هي بتدخل تاخد ذنوب. الفرح يبدا 7 يخلص لازم 12. طب انت متفق مع صاحب القاعه ان انت هتبدا مثلا 7 وتنتهي مثلا بتاع 9 ساعتين؟ لا معلش، انا هقعد كتير، انا دافع. لازم تطول، او لازم تنصب على صاحب القاعه. ولازم برضو الكاميرا تيجي عليك وانت بتاكل الجاتوه، علشان لما يجي وقت يعني بعد ما يتجوزوا بكام 5 6 سنين يقولوا احنا عايزين نتفرج على شريط الفرح بتاعنا. يفتحوا شريط الفرح بتاعهم يلاقوه الشخص ده بياكل حته الجاتوه دي، فيقولوا ايه ده، هو احنا عزمناه؟ هو احنا ما عزمناهوش؟ يتعاركوا، يطلقوا، خلصت الحكايه. بس خلاص هي دي نهايته. وده غير طبعا الافراح الاجنبيه خالص. الافراح الاجنبيه بيدخلوا بدخله شيك، دخله تفرح، دخله تشرح. بيعزموش اطفال نو اطفال. يعني الافراح المصريه يا جماعه كله اطفال. يعني انا مش عارف ليه. يعني مثلا تكون ماشي تلاقي طفل بيقلعك البنطلون. يعني الاجنبيه طبعا ما فهمش الحاجات دي خالص، بيعزموا ناس كبيره عاقله، فاهم؟ كلهم قلعين. وبقى في افراح من ايجيبت وفي افراح من مصر. كل الكلام ده من مصر. نتكلم على ايجيبت بقى، وهنشوف برضه افراح ايجيبت من مصر. بص انا هدلعك الفيديو ده. افراح الايجيبت يا جماعه افراح هي اهل العروسه من مدينتي واهل العريس من التجمع الخامس. بيبقى كده، بيبقى المشترك ده. لكن ما ينفعش تبقى واحده من امبابه وواحده من تجمع. لا، ما ينفعش خالص. كده مش هيكملوا هيختلفوا على حاجه وخلاص، مش هتكمل. فالافراح من ايجيبت لازم يكونوا الاثنين غنيين، الاب ده غنيين، فاهمين؟ وطبعا الافراح بتبقى الصبح. يعني ما يعني عمرك ما شفت واحد غني وواحده غنيه عامله فرحهم بالليل. ده ما ينفعش، وده مش من طقوس العادات والتقاليد بتاعت مصر. لازم وهم غنيين يعملوا فرحهم في فيلا الصبح، ولو ما كانتش فيلا ابوها اصلا. فيلا الصبح دي بيشغلوا اغاني لتوليت، مش اغاني الاسلام كمونجا لا مؤاخذه. يعني بيشغلوا اغاني هاديه، عمرو دياب، حاجات كده هاديه، مفيش ريميكسات، مفيش دي جي، حاجه هاديه كده، اغنيه بعد اغنيه، وخلصت ساعه ونص. امشي يلا، خلاص. فتعالوا كده نشوف. اولا نبدا يعني ايه الافراح المصريه كور. جمعت لكم كده فيديو واحد افراح المصريه كور. يلا بينا نخش عليه. طبعا الست الكبيره دي يعني هي جايه دي تقريبا ام العروسه، لان هي اكيد باين ان هم عروسه. ايه ده يا جماعه؟ لو تلاحظوا يا جماعه ان كل الناس اللي بترقص معاها الست الكبيره دي كلهم من ايجيبت، هي بس اللي من مصر. داخله غلط، او داخله تاخد تورته يعني تطلع تاني. فاشتغل بقى اللي بعده. ده طبعا صعيدي. ده افراح الصعايده بيشغلوا لك الصعايده هم حضروا. ده في اي فرح صعيدي بيشغلوا الاغنيه دي. بس هنا مش شغالين الاغنيه دي. احنا جايين النهارده يعني نشوفهم بيعملوا ايه ونتريق عليه. انا جاي اتريق عليهم بصراحه. هو مش كانت العكس؟ مش المفروض هو اللي يشيلها ولا هي اللي تشيله ولا ايه؟ الله الله الله. تحفه. ده طبعا لما يقول لك ده مثلا اللي هو ايه يعني اصحاب العروسه بيقلدوا العروسه، فكلهم بيبقى توأم حرفيا. اللي هو ايه، عشان انا عايز ابقى عروسه، فاهم؟ فكلهم بيبقى لابسين كل ابيض. فالعريس يدخل فين العروسه، يروح واخد اي واحده بقى، خلاص ما كلهم واحد بقى. معلش يا جدعان، النور اتطفى يلا بينا. انا اعتقد ان ده ولد. يعني ده كده ولد. يعني بص، دي ولد.
ده طبعا صحاب العريس. صحاب العريس طبعا قوم تاني ما اتكلمش عليه لغايه دلوقتي. صحاب العريس يا جماعه بيجوا علشان يبين يعني يبين البوكسر من الاخر، فاهم؟ تلاقيهم بيرقصوا كده، بص حرفيا هيجان، هيجان في القاعه حرفيا. بيكهربوا في عاده في المصريين في الافراح ان هم بيكهربوا في نص الافراح ده يعني في كهرباء بتحصل. هل تلاقي عن الاجانب كده؟ لا، اجانب برضو احنا برضو فيهم الكلام ده، فيهم الكلام ده برضو. قلب على العركه يعني، فاهم؟ مبروك يا ابن الكلب. فدي الافراح في مصر، ماشي ماشي تمام. تلاقي بقى الافراح في مصر برضه يا جماعه بيجيبوا حيوانات، ما تستغربش. ممكن يعني مثلا يجيبوا غوريلا يرقصوا نص الفرح يعملوا كده، فاهم؟ وتهايبر بقى. وممكن اصلا عيل صغير ما تكونش شايفينها مع غوريلا كبيره بقى يروح مدهوس تحت رجل غوريلا، فخلاص بقى، فاهم؟ خلاص بقى انت جبتي فرح يا بنت عاتب امه بقى، يلا عاتب امه. تعرف تعاتبها لو لقيتها اصلا من وسط الناس دي كلها. الحيوانات اللي بيجيبوها في الفرح يا جماعه حرفيا يعني ما تسماش غير حيوانات هايجه. حرفيا حيوانات كده وكده بتشقلب بتشقلب حرفيا في القاعه، هنا وهنا وهنا وهنا. تروح طالع اصلا من بره الشارع الرئيسي بتاع القاعه على العربيات بقى، توقف على العربيات وتحس ان انت في افتتاح يعني محل حلويات. مدرك الحوار؟ مش خالص 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 فرح من الاخر. فتعال نشوف كده واحد واحد شبهي مستغرب برضه ان بيعملوا حيوانات. يلا بينا. طبعا زي ما قلت لكم، ده زي ما انتم شايفين كده الغوريلا هايجه يعني بتلعب كارديو وهي بتعمل، فاهم؟ وكلهم بقى في حضنها بقى، هي اصلا مش شايفاه. هو طبعا الراجل بص بص اللي هو مين اللي جابني هنا. هتلاقي صاحبه عازمه غصب عنه، لازم يروح بقى. هتتحسب عليه واحده بقى، ما المصريين كده يسيبوك على حاجه ما تروحش عليك واحده. يلا بينا، مش هنجيلك بقى في اي حاجه، خلاص بقى. انا هنتكلم بقى على جزء برضو من الافراح اللي بيجيبوا رقصات. يعني خلفيه عن الرقصات ان هي ممكن تروح في افراح الشعبيه اللي هي في حارات بيئيه يعني شبه مش بتريق بس اللي في الافلام، فاهم؟ شبه فيلم الفرح كده، فاهم؟ ممكن يجيبوا رقاصة، لا اما ممكن في الافراح اللي هي بيبقى على ناس فلوس يعني فلوس حلوه، فبيجيبوا بقى اي رقاصه بقى اللي انتوا عارفينها. في رقاصه هنا ما هي مش عارف جت ازاي، يلا بقى نشوف. طبعا هو دلوقتي عامل فيها جامد، بس لما يروح مراته تفشخه، مراته تفشخه تقول له انت ازاي كنت بترقص مع ده؟ لو ما فشخ يعني بدأ فيديو ما فشختهوش. ده كده كده، لا اما هو عامل يعني ما عندهاش تيك توك، ولا اما مراته بقى ما حصل لها اي حاجه. بص بس هو هيتفشخ من اي حد بعد الفرح. الرقاصه عندها بالونتين، الله اكبر. يلا مش مشكله. فالرقاصه دي ممكن مثلا تصرف لها اكتر من القاعه، يعني مثلا القاعه تبقى ضعف القاعه ليه؟ علشان يجيبوا حد يرقص لهم. انا ما عنديش مانع لو في فرح جبت رقاصه، يعني شوفي انت بقى يعني اللي انا هتجوزها، شوفي انت براحتك يعني. عايز بقى مش هعترض عشان بحبك، بس عايز اجيب رقاصه هجيب يا ستي عشان بحبك بس. انا عايز اجيب رقاصه. فده الرقصات او ده الفرح، الرقصات في مصر او الرقصات في افراح مصر يعني. في فقرة بتبقى أصحاب العريس فيها، فقرة بعد التورتة. يعني قبل التورتة دي بيبقى كلهم مش عارفين يرقصوا، مركزين مع الجاتوه اللي هيجي والحاجات كلهم عاملين يرقصوا كده. فخلاص بقى بعد ما ياكل بيبقى شحن طاقة من الصبح. يجي بقى إيه صحاب العريس بعد ما ياكلوا كلهم يجوا بقى في الفرح. خلاص بقى بص كده. زي ما انتوا شفتوا كده بيجوا كلهم في فرح. هقول لكم قصه. انا كنت رايح فرح يعني بدون ذكر اسماء. صحاب العريس هي كانت خطوبه، حرفيا بيرقصوا اكتر من دول ضعفهم. يعني واحد كان تخين شويه، لابس
البدله عادي، بس البدله هو عارفين انتوا لازم تدخل القميص يعني البدله جوه البوكسر. طبعا القميص بيترفع وانت بترقص هندا، البوكسر اترفع معاه، البوكسر كان دايس تقريبا، طلع معاه كله بقى وبقى يرقص بالبوكسر. هو مش همه، هو اصلا مش هو ممكن ما يكونش قلع من تحته كله، بس هو مش همه، اهم حاجه يشرف العريس وسط اهله. طيب يا جماعه انا عايز اختم بصراحه بكام فرح اجنبي كده نشوفهم على السريع. الافراح الاجنبيه يا جماعه هي افراح راقيه، دخلتهم راقيه، قعدتهم يعني حتى يعني تحس ان انت افراح مصريه كلهم بيسقفوا كده وعلى مبروك على اخواتي اللي هيعملوا واحد. ده في الافراح ايه المصريه. تعالى بقى نشوف الافراح الاجنبيه كلهم قاعدين كده على الترابيزه والعريس والعروسه داخلين اهو. بص انا شايفهم حاجه تانية خالص. بص الدخله حتى شيك بيدافع يعني. تعالوا شوف. هوب 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 خلصت كده. شفت الدخله راكه راكه. شفت الدخله الحلوه، هي تقف في النص، هي دارفه جنب بقى عربيات، دخله حلوه، الناس واقفه بعيد، مفيش اطفال، يعني حاجه تحب تروحها، مش حاجه اللي هو تشيل همها بقى. ده انا يا عم رايح فرح يا عم بعد كام يوم فرح في مصر. تسمع كلمه فرح في مصر دي كانك رايح جهنم حرفيا. يعني شوف فرح تاني اجنبي وبعد كده نقفل الحلقه على كده. يلا بينا يا جماعه. بصوا انا رايح اشيل معاهم بس هشيل من النص ها. طبعا يعني انا كان نفسي اشيل، يعني كان نفسي اشيل والله، بس مش معانا هنا. شفت الراكي، هتشوف الوان القاعه زرقاء كده هاديه، مش في مصر هنا بيرقصوا لك وبيناموا تحت الارض وعمالين كده وكهرباء. مش هتعصب خلاص. انا بكون عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب ولايك وتفعيل الجرس وشير لكل اصحابكم عشان يوصل لكم كل جديد. ادخلوا على بايو القناه هتلاقوا التيك توك والانستجرام بنزل عليها فيديوهات نار النار مجنونه. ادخلوا اتفرجوا براحتكم. تمام. اليوتيوب شورت ادخلوا على القناه عادي هتلاقي شورتس، ادخل عليها هتلاقي شورتس كتيره قوي جامده جامده جامده، هتعجبك قوي، هتعجبك جدا كمان. بس كده دلوقتي نقدر نقول السلام عليكم.